جماعه مش قادره اتخيل ان احنا دلوقتي في بوينت ان انا بعرفكم تولز ليها علاقه بريسيرش بيبرز والحاجات دي، بعد ما كنا بنتكلم في نصايح جست مذاكره. حاسه ان احنا كبرنا، يعني حاسه ان احنا كبرنا. المهم ان شاء الله الفيديو النهارده يبقى لذيذ خفيف على قلوبكم وتستفادوا بيه، وما تنسوش تدعوا لي بجد، لان بجد هيفيد، يعني هيوفر عليكم وقت حاجات كتير قوي وهيفيدكم قوي ان شاء الله، وسايبه لكم مفاجاه في اخر الفيديو. فستي تون، لا هو ستي تون ايه، انتوا كملوا الفيديو للاخر وانتوا تعرفوا ايه المفاجاه. انتوا هتيجوا تقريبا من سنه ثالثه رابعه كده، بدايه رابعه هتبداوا ان انتوا تستخدموا الريسيرش وتدخلوا على جوجل سكولر وتشوفوا حاجات كتير قوي، وتبداوا ان انتوا تعملوا ابحاث سواء هي مطلوبه منكم في الجامعه او انتوا انترستد اصلا بالحاجات دي، فهتبداوا ان انتوا تخشوا في حاجات في السمر، فتبداوا ان انتوا تعملوها مع دكتورز عندكم في الجامعه. الموضوع بجد بيبقى تايم كونسيومينج جدا 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 لو انت مش عارف تستخدمه صح. الموضوع بيبقى صعب جدا 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 برضو لو انت مش عارف تستخدمه صح، وتدور على التولز المناسبه ليك. ودي حاجات محدش في الجامعه هيعلمها لك. احنا في الجامعه كل اللي كنا بجد بيقوله لنا ندخل على جوجل سكولر، ازاي نعمل فلتر كده في الجنب على حسب الديت، على حسب حاجات تانية كتير قوي عشان نطلع بيبرز معينه، سبيشالي ان انت لسه بتدور في بيبر على حسب التوبيك. يعني مثلا كنت بعمل ايه، ادخل على شات جي بي تي برضو اساله هو السؤال، وهو يبدا يجيب لي بقى مصادر معينه او بيبرز معينه. الفكره بقى ان الحاجات دي مش موثوقه، يعني مش حاجات اقدر ان انا اخدها از ريفرنس ليا، او ان انا حتى مش عارفه اعملها سايتيشن. يعني هو ممكن يجيب لك معلومه من موقع كده ايا كان، فالموضوع على شات جي بي تي برضو بيبقى ان بروفيشنال جدا جدا جدا. في الفيديو ده انا بجد كان نفسي حد يقول لي على التولز دي اللي تقدر ان انت تستخدمها بطريقه سهله جدا، تسهل عليك وقت كتير قوي وتسهل عليك فلتره البيبرز. يعني بجد حته البيبرز دي بجد رخمه، انا مش هقدر ان انا اقرا كل الحاجات دي. فانا عشان بجد تسهيلا عليكم الوقت وعشان ما حدش يوقع في نفس المشكله اللي انا وقعت فيها، لان بجد انا كان نفسي حد يقول لي على الحاجات دي من بدري، لان في حاجات بجد زي ما قلت لكم الجامعه مش هتقول لكم عليها، محتاجين انتوا تدوروا، سبيشال ان احنا يا جماعه في 2026، فاحنا في عصر الاي اي، فهاو تو يوز الاي اي ده صح بقى، بعيدا عن شات جي بي تي. لان شات جي بي تي انت بتساله في حاجات عاديه، لكن حته ريسيرش وبيبرز معينه وان انت تعمل ابحاث وحاجات كده، لا محتاجه الموضوع يبقى دوكيومنتد بشكل كويس جدا، ريفرنس بتاعته مظبوطه، سايتيشن مظبوط. فدي كلها حاجات شات جي بي تي مش هيقدر ان هو يقولها لك 100% صح. لان حتى في الاسئله العاديه احنا مع شات جي بي تي يا جماعه، هو بجد ممكن يقول لك على حاجه وانت عارف ان الاجابه دي غلط، فلما تيجي تقول له لا غلط يقول لك صح انت صح في كذا. فدايما في سورسز تانية وكل حاجه ليها حاجتها. فالبلاتفورم اللي انا هكلمكم عليها دي هي بجد لذيذه جدا جدا جدا. حتى انا قلت لنفسي يعني ليه ما ظهرتليش بدري عن كده، كنت لحقت استخدمها وانا في يير 4، بس الحمد لله يعني الحق اظبط بيها السنين الجايه. وهي answers us، هي فيها فيتشرز بجد لذيذه قوي، starting من ان انت بتكتب له السؤال معين هو يجيب لك بيبرز على حسب السؤال ده وريليتد بالسؤال ده، والاجابات اجابتها كل حاجه موجوده وسايتد. بصوا احنا هنشوف مع بعض كل الحاجات ده وهعلمكم ازاي تستخدموه. كمان في اوبشن الشات، ان انت تشات مع البيبر، ان انت ممكن تابلود بيبر معينه وتساله بقى على اسئله معينه فيها، او العكس، او ان انت تساله سؤال فهو يجيب لك بيبرز او اسئله معينه وهو يرد عليك بطريقه معينه. المهم ان هو فيه بجد حاجات لذيذه قوي. يلا بينا. بصوا دي اول حاجه هتظهر لكم خالص اول ما تفتحوا الويب سايت، وانا هسيب لكم اللينك بتاعه سواء في الديسكريبشن بوكس او في اول كومنت عندكم على الفيديو. فاول حاجه مثلا بيبقى هنا عندي كل حاجه انا هستخدمها هنا في البوكس ده اللي بيبقى فيه هنا ان انا السؤال، وطبعا عندي اوبشنز تانية لذيذه هنا، سواء ان انا هتشات مع البيبرز ذات نفسها، هشوف الريسيرش جاب، اعمل داتا اناليسيس، او اعمل حتى ريفيو سيستميك ريفيو او هكذا، وان انا هنا find papers او quick question and answer، ده اللي انا عايزه اساله. فانا مثلا هنا عايزه سؤالي هساله عن النانو بارتكلز، يعني خلينا نساله كان lipid nano particles overcome the challenges drug. احنا كده خلاص حاطينا السؤال اللي احنا عايزينه، اللي احنا نبدا بقى نشوف بيبرز عليه. انا عندي كذا اوبشن، ان انا يا اما يجيب لي بيبر، يا اما هو يسيرش على الانترنت، يا اما يسيرش من اللايبرري اللي عندي، ودي ان انا بكون عندي انا لايبرري على الاكونت بتاعي، ابدا ان انا ابلود عليها بيبرز مختلفة، او ان انا ابلود بيبر معينة واسأله سؤال من البيبر دي. هنا ادوس ابلود، هيبدأ هنا اهو ادروب الفايل بتاعي وهكذا، هو بقى يجيب لي اجابة السؤال ده من البيبر اللي انا حطاه. انا لا، انا عايزة هو يجيب لي بيبرز عامة، وابدا ان انا استخدم الفلتر بتاعي. هنا انا عندي المينيمم سايتيشن، اقل عدد سايتيشن يكون كام. الجورنال كواليتي هي انا عايزاها في التوب كام، يعني Q1 دي بصوا مش عارفه هنا التوب
25 من 25 ل 50 وهكذا، فانا هنخليه كله عادي. كمان الببليكيشن تايبس انا عايزاها مثلا جورنال ارتكلز ولا ريفيو ارتكلز ولا هكذا، هنخليهم عادي كلهم. وبالنسبه للداتابيس برضو نفس الكلام. الويب سيرش ده نفتحه نخليها انها تجيب لنا من كل الويب سايتس سواء هي .gov او .edu او غيره. اللايبرري زي ما قلت لكم، لو انتوا اوريدي اصلا عاملين ابلود للبيبرز على اللايبرري عندكم. والستارتنج ديت هنخليه مثلا 20 ولا نخليها مثلا 207 ماشي. ونخليه هنا مثلا، هو احنا في كام دلوقتي يا خبر؟ 2026. حاسه 2027 بعيده قوي، خلينا 2020 ان هي اصلا النانو حاجه ابديتد يعني شويه. وهو هيبدا ان هو يسيرش، هيانلايز الكويستشن بتاعي ده ويجيب لي اجابات ليه سايتد وفي نفس الوقت بالسورسز بتاعتها. بصوا بعد كده هتبدا تظهر لكم بالشكل ده، ادي السؤال اللي انا سالته له ودي الاجابات. يعني هو بيجيب لك اجابات بقى عن الموضوع، طبعا كل حاجه سايتد. السيتيشن ده بتيجي منين؟ يعني انا مثلا هنا عندي تايتل معين ان هو ازاي باوفركم الباريرز عامه المختلفه في الجسم والروتس المختلفه. فقال لك مثلا جمله 1 ده اللي هي السيتيشن بتاعها في بيبر نمبر 1 هنا، ودي اللي ظهرت اهي. السيتيشن بتاعها زي ما انتم شايفين بيبقى جاهز، مجرد بس ان انا اخده كوبي وهكذا. ونفس الكلام برضو في كل الباقي بقى، يعني كل كلام هو قاله والبيزد على السؤال اللي انا سالته له الاجابات بتاعتها كلها سايتد، بيقولك من انهي بيبر. هنا بقى البيبرز اللي بتطلع دي انا برضو اقدر ان انا افلتر البيبرز بتاعتي، برضو اشوف المينيمم سيتيشن انا عايزاه كام، الديتس بتاعت البيبرز دي انا عايزاها من كام لكام، برضو اللي هو فلتر جوه الفلترز اللي انا اوريدي عملتها. السورت ده ان انا ابدا ارتبها، انا مثلا عايزه على حسب الديت، فهنا هيجيب لك احدث ديت اللي هو 2025 بعدد السيتيشن بتاعه بعدد كل حاجه، واللي بعده بقى هيبقى 2024. طب انا عايزه اسورت لا على حسب السيتيشن، مين في دول اعلى سيتيشن، فهيجيب لك البيبر دي بصوا 509 سيتيشن 2021 وهكذا يعني. فهي دي الاوبشنز اللذيذه اللي فيه. وحتى بعد السؤال ده انتوا تقدروا ان انتوا تاسك فولو اب كويستشن، ان انتوا تسالوه حاجه تانية يعني تكملوا معاه على نفس البيبر عادي جدا. فدي بالنسبه للسؤال اللي احنا سالناه، وطبعا بيبقى فيه الابستراكت كده جنبها تبع كل بيبر، وانتوا يعني ده بيسهل عليكم القرايه بتاعت البيبرز عامه. كمان هنا التايب بتاع السيتيشن انا عايزه يكون عامل ازاي، فانا في الغالب بنستخدم الاي بي اي، فبرضو انا على حسب السيتيشن انا عايزاه ازاي بيبدا يرتبهولي. بصوا انا كمان البيبر دي مثلا لو انا عايزه ادخل اقراها، انا هدوس مثلا هنا هيفتح لي على البيبر على طول، وانس ان انا ادوس على بي دي اف دي هي هتنزل لي جاهزه كبي دي اف. هندخل بس على اهي، واقدر بقى ان انا اداونلود براحتي. هنا برضو نفس الكلام، لو انا عايزه اعمل بقى للبيبر شات دي انا هابلود بيبر معينه بي دي اف من عندي، وابدا ان انا بقى اتكلم فيه. يعني انا عايزه اسهل البيبر دي، فابدا ان انا اتكلم مع الابلكيشن مع البلاتفورم ان هو يبدا ان هو يسهل لي البيبر دي بتتكلم عن ايه، ان انا كانه شخص قاعد معايا كده اقول له سؤال فهو يبدا يتناقش معايا في اجابه السؤال ده من البيبر ذات نفسها. والبارافريز ده لو انا اوريدي بكتب حاجه، يعني انا بكتب حاجه ريسيرش او حاجه وهو يسهل لي ان هو يعمل ريفريزنج مثلا او حاجه سواء بقى اكاديميك فلوينت فورمال كرييتيف سامبل وهكذا. كمان انا هنا مثلا عندي بالنسبه للريسيرش جابس، فانا مثلا عايزه اتكلم عن نفس التوبيك الليبيد نانو بارتكلز. هنا نفس الكلام، انا هنا بدور بقى على ريسيرش جابس معينه، انا اديته توبيك بس من غير سؤال وهو بدا يشوف لي ايه الجابس الموجوده. فبصوا هتلاقوها حتى ادي 1 مثلا اول جاب تاني جاب وهكذا يعني فاهمين. وكل بوينت هو بيقولك هي فين، ادي مثلا السيتيشن بتاعها اللي هي في بيبر نمبر 1 دي. هنا لو انتوا عايزين يعني السيتيشن والديت وكل الحاجات دي. وهنا برضو لو انتوا دخلتوا على البيبر هو وانس ان انتوا تدخلوا على اللينك على طول هتداونلود البي دي اف، وهتبدا انها تظهر لكم بالشكل ده تداونلود بقى وخلاص. ممكن بقى انتوا تشات بعدين مع البيبر، بس فكره ان هو بيجيب لك بصي الحاجات بجد جاهزه بالشكل الواو ده، فدي حاجه بجد هتسهل عليكم كتير قوي في الريسيرش بتاعكم. او لو انتوا عندكم اسئله معينه وعايزين تبداوا تعملوا ريسيرش عليها فتدوا له السؤال يبدا هو يجيب لكم السورسز بدل ما انتوا تدخلوا تدوروا بقى على التوبيك وتقروا بيبر. فبس يعني انا حبيت ان انا اوريكم برضو سريعا ازاي تستخدموه وبس كده. ونيجي بقى للمفاجاه اللذيذه اللي انا سايباها لاخر الفيديو، الا وهي تن 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 تن. جماعه
في برومو كود خاص بيا هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس تحت، تقدروا ان انتوا تستخدموه عشان تديسكفر مور فيتشرز اكتر على البلاتفورم. ويعني انا محبتش الموضوع يبقى انا بس استفاد، انتوا كمان تستفادوا معايا، فان شاء الله بجد تستفادوا من البلاتفورم دي. ولو انتوا عارفين اي حاجه تانية ليها علاقه بالريسيرش بيبرز او المذاكره او الحاجات اللي هي ليها روتين في الجامعه او حاجه، اي حاجه ليها علاقه باي حاجه في الجامعه هتفيدنا، قولوا لي في الكومنتس ونبدا ان احنا نتكلم عليها بشكل اكتر الفيديوز الجايه. وبس كده، يلا سلام.